لم تخشوا أن يصل إلى السلطة شخص كعبد الحليم خدام مثلا؟ هل كانت هناك خشية من ذلك؟ إن لم يكن هناك خوف، لأني أعتقد أن عبد الحليم خدام وإن كان ممثلا للأغلبية السنية كان من المستبعد على أقل تقدير في المرحلة الأولى أن يبدأ بتغيير اتجاه السياسة الخارجية للبلد، وخاصة شخص كعبد الحليم خدام. ومصطفى طلاس من السنة أيضا. نعم، ولكن ما يتعلق ببشار الأسد فقد كنا نعرف بشكل جيد أننا نتعامل مع علوي وليس سني. يعني أوليتم اعتبارا للعمل الطائفي؟ بالطبع، وهذا واضح، وكنا ندرك أن مسألة السلطة لا تقرر تقليديا، وأنها لا تناقش وحسب في المجلس العلوي الأعلى في الساحل السوري، بل وأن حافظ الأسد بهذا الشكل أو ذاك يصغي لرأيه. من أين عرفت بوجود هكذا مجلس في سوريا؟ ماذا تقصد بمن أخبرني؟ فهل هذا سر أساسا؟